ما يأتيك لحظات أحيانا تشعر أنك طرقت أبواب كثيرة ما فتحت لك، تشعر أنك محتاج ماليا، تشعر أنه تأخر عليك رزق، تأخر عليك إنجاب، طرقت أبواب، بحثت عن فزعة، بحثت عن ملجأ، بحثت عن أحد يسندك ما وجدت، تخرجت وبقيت ما وجدت وظيفة، تأخر زواجك، أي شيء من هذه الأشياء تشعر أحيانا أنك ضعيف، أن اللي حولك تخلوا عنك، أن الدنيا كلها تكالبت عليك، حتى أكلك وشربك ربما أحيانا ما تجد فيه طعم ولذة. تشعر هنا بالضعف وأنك وحيد جدا. أفاجئك أن هذه اللحظة هي أعظم لحظة. هذه اللحظة أنت أقوى إنسان فيها، لأن الجميع تخلى عنك لكن بقي لك واحد أعظم معين، وهو الله، وهو أعظم وكيل وأعظم كفيل، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله جل وعلا أعظم نصير لك. لكن أبى أقول لك كلمة وأقولها وأذكر نفسي فيها: إذا أحاطت بك الهموم وقل رزقك واحتجت مفزع وملجأ وسند، عيب علينا والله العظيم أن نفكر في أحد من الخلق وننسى الخالق. المفتاح، أتعرف ما هو مفتاح الفرج والتيسير؟ هو مفتاح واحد لا غيره، أن يأتي الله جل وعلا في ذهنك قبل كل المخلوقين، أن تفزع إليه قبل أن تفزع إلى البشر. نعم، البشر بالدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة هم أسباب، هم وسطاء، لكن المفزع والملجأ